قبل التفاصيل ارحب بمحلي بي ان سبورتس ونجمي الكره العربيه السابقين كابتن حاتم طرابلسي وكابتن محمد ابو تريكه. مساء الخير. مساء النور. يعني انتم بالوزن الثقيل فالواحد لازم يجي يسلم عليكم يعني وياخذ منكم البركه يعني بدايه الاستوديو. اخباركم طيبين؟ الحمد لله. اخبار براعم الاهلي. انت لازم تحرجنا. لا ما يحرج ولا شيء. احنا عايزين نعرف. انت راح تتفرج بالسر، احنا نعرف احنا المعلومات. صح. بما ان عندنا مصدر صح. خفي بالملعب نبغى نعرف يا اخي المستوى كيف يعني هو احتكاك كويس، انما ما كانوش عندهم خوف ورهبه نوعا ما. اول مره اتفرج عليهم، بس ان شاء الله الماتشات الجايه عندهم ريال مدريد وباريس. يعني الرهبه هتكون اكثر. المبروك هو ده اقل فرقه في المجموعه. بس انت في العمر هذا كنت بديت كوره ولا تلعب في الحواري لسه؟ لا، كنت بلعب نفس العمر. كنت بلعب في الترسانه. كنت بلعب فريق اول. بس اختلفت الظروف صح؟ يعني يقال انه على ايامكم من اسباب خروج الكثير مواهب الحريه اللي كانت تترك في الشارع وحتى في النادي. أيوة طبعا. بينما الان قيود حتى في المستوى العالي، في قيود تحس على اللاعبين صح؟ صح. عشان كده اللعيبه اللي طالعه يا محمد روبوتات كلها. ما فيش الذكاء، ما فيش المواقف بتاع الشوارع والدورات وبتاع. ممكن الامور مختلفه، انما زي ما اقول لك بالنسبه للفريق الاهلي احتكاك كويس. بطوله كبيره، بطوله دوليه، بطوله الكاس فيها فرق على اعلى مستوى. فالولاد لما هو صغير يقابل الاسماء الكبيره دي والانديه الكبيره ما بيبقاش فيه رهبه لو وياخذ طلع ثقه وقابلهم. اعتقد ان هي تجربه كويسه واحتكاك كويس وموفقين ان شاء الله في الماتش. اعتقد كلام كابتن محمد ينطبق حتى على مركز الظهير. اليوم على مستوى العالم قله من لاعبين مركز الظهير عندهم الموهبه والمهاره والحريه في اتخاذ القرارات صح؟ هو كل المراكز فيها مشاكل اليوم، والموهبه قلت بشكل كبير. اليوم لما نتكلم يمكن النادي الاهلي، يمكن فريق، لما نتكلم الجيل الذي كان فيه محمد والوائل والجيل الذهبي بالنسبه له، كل جيل الان ياتي وان كان انه حقق القاب لكن قل موهبه. معنى اليوم محمد ابو تريكه لم ياتي لاعب بنفس المواصفات، وليس لم يورود. يعني بالنسبه لي هو يعرف هذا وانت تعرف كذلك. مع انه التكنيك والستايل شويه اي كلام. محمد بس كان موهوب بشكل كبير. يعني الموهبه هذه غير موجوده اليوم لا في الاهلي ولا والامانه مواهب في مجالات كثيره. يعني انا وانت عارفين يمكن اكثر من المشاهدين. جايين ناويين عليا النهارده ولا لا مش متفقين والله. هو احنا تكلمنا في الموضوع لم يكن مجهز له، لكن انا نتكلم على المواهب. وانا اشاهد مثلا المباريات الافريقيه وتابع النادي الاهلي والنادي الزمالك وتابع منتخب مصر والمنتخب التونسي، الانديه التونسيه. في شح فعلا في المواهب بشكل كبير حتى على مستوى العالم بشكل كبير. خلت لو في ان شاء الله عشان انتوا سويتوا العيال كده. لا مش سوينا. بس بما انك كنت مستخبي ورا الشجر عايزين نعرف بس كيف الاوضاع يعني. لكن البطوله هذه يطلع منها كثير من النجوم.